السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم من المطبخ اليمني في وصفة جديدة بعنوان الكدم اليمني الذي هو الخبز اليمني أو خبز الأفران. والطريقة سهلة جداً. بداية نحضر دقيق، الطحين الأبيض، البر، الطحين الأسمر. أنا أضفت كميتين متساويتين من الدقيق والبر، وتستطيعي زيادة الدقيق أو زيادة البر، وهذا على حسب الحاجة أو الرغبة. ثم نقوم بنخلهم لادخال الهواء، وأيضاً تزول جميع التكيلات من الطحين. ثم نضيف ملح على حسب الكمية. أما الخميرة والسكر نضيف خميرة ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة سكر. ثم نخلط جميع المكونات ونضيف ماء دافئ بالتدريج حتى تتكون العجين، ولازم العجينة تكون خفيفة ولينة وليست قاسية. بعد ذلك نقوم بمساواتها بقليل من الماء، وذلك لأنها تلتصق بسبب ليونتها. ثم نغطي عليها بكيس شفاف ونضعها تتخمر. أنا بسبب الجو البارد سخنت الفرن من قبل على درجة 30 ثم أطفأته، ووضعت العجين داخله حتى يتخمر سريعاً. أخذ مني تخمير حوالي ساعة. انظروا إلى العجين ارتفع ضعفين. الآن زود تقسيم العجين كما هو موضح في الفيديو، ثم قام بفرده في صحن الفرن قليلاً وأخليه يرتاح لمدة دقيقتين، ثم افرد مرة أخرى كما هو موضح في الفيديو. وقبل كل شيء، بعد أن أخرجت العجين من الفرن قمت تسخين إلى أعلى درجة من فوق وتحت كانت درجة الحرارة 250 إلى 80. نوعية الفرن كهرباء، لكن إذا كان غاز ممكن تسخنوا من تحت إلى أعلى درجة. وعند تحمير الكدم اشعلوا الفرن من فوق، وكان من فوق وتحت ومروحة، وهذا إعداد التشغيل للفرن الكهرباء. وبعد أن أكمل فرد العجين وقد مر 81 ساعة، أو لما ياخذ الفرن أقصى حرارة موجودة كالأفران الحطب. وانظروا ما أجمله من الداخل ومن الخارج، والطعم خيالي ومقرمش ولذيذ. أتمنى تجربوه. وكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أنه عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك وإعجاب وتفعيل الجرس ليصل لكم كل جديد.